نيجي نتكلم مع بعض بصراحة ونقول لو حد بيسألك في الشارع في كام هرم في مصر، حضرتك بديهة هتقول له في 3 أهرامات: خوفو وخفرع ومنقرع. طيب أحب أقول لحضرتك اللي فيه ملك لوحده عامل لنفسه 3 أهرامات. الملك ده أبو الملك خوفو، مؤسس الأسرة الرابعة. خوفو ده اللي هو عمل الهرم الكبير اللي دخل موسوعة اللي هو العجائب الدنيا السبعة زي ما احنا عارفين. سنفرو ده أول ملوك الأسرة الرابعة، اتكلم عنه منتون وأذكر اللي هو كان موجود وأول ملوك الأسرة الرابعة، وحكم حوالي 24 سنة. ده غير اللي كده كده قالت عليه قائمة أبيدوس وبرضه قائمة سقار، يعني كل المصادر التاريخية اتكلمت عن الراجل المهم في التاريخ ده. بنتكلم على رأس المجموعة الأسرة الرابعة، يبقى احنا كده بالنسبة لنا هنتكلم عن ازاي انتقل الحكم ليه. جاله الحكم عادي خالص، هو اتجوز حتب الأولى اللي هي كانت بنت الملك حوني، وبكده بقى هو اول ملوك الاسره الرابعه، وانتقال سلمي خالص للسلطه، مفيش ادنى مشكله. لكن ليه بقت اسره ثالثه واسره رابعه ملناش فيه. نكمل تاريخنا. بنتكلم عن تقريبا من سنه 2613 قبل الميلاد لحد اما مات، يا اما 24 سنه يا اما 48 سنه. لان في عالم تاني بتاع مصريات جه درس المصريات عندنا وقالك الراجل ده عمل تعداد، عمله 24 مرة، فالتعداد ده بيتعمل كل سنتين، فمعنى كده اللي هو حكم 48 سنة، بس ده رأيه هو. طب عمله المعمارية ماشي، اللي هو عمل ايه؟ عمل ال3 أهرامات بتوعه، واحد في قلب الوسطى في بني سويف اللي هو هرم ميدوم، وهرمين تانيين اللي هو الهرم المنحني والهرم الأحمر، والاتنين موجودين في قلب دهشور. علشان خاطر يقدر يعمل الحاجات ديت كان لازم عليه اللي هو يأمن حدود البلد بحالها ويبتدي يدور على استقرار البلد دي. مسك البلد وقالك بقى عايزين ندور على الاستقرار. أول حاجة تأمين الحدود الشرقية بتاعتنا اللي هي بتاعت سينا، وابتدي يعمل حملات حربية هناك وحملات عادية خالص بالنسبة له برضه عشان خاطر يستخرج الفيروز والنحاس ويجيبهم على مصر، ويبتدي ايه العمرة بتاعته اللذيذة. مش كده وبس، وصل لحد أسوان، وفي قلب أسوان برضو أمن المحاجر وعمل حملات ضد النوبيين علشان خاطر يقدر يستفيد من المكان هناك ده ويعمل حدود مصر من الناحية الجنوبية ميبقاش في وش خالص. مش كده وبس، مسكتش وراح لحد ليبيا، ابتدي يقضي على قبائل الليبيا اللي كانت بتهاجم مصر ساعتها، وحتى جاب منهم مصر كتير ووصلهم لحد مصر، وكده أمن حدود مصر من 4 أجناب، ما كانش في أي ثورات في حياته، وكده الاستقرار التام يقدر يوصله له، يقدر يبني 3 أهرامات. ومش 3 أهرامات وبس، حاجات تانية كتير نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة الجاية في تاريخ مصر الجميلة دائما. انتظروني على خير، ولو أول مرة تشوفني متنساش لايك وشير واشتراك في القناة إذا كرمت. أشوفكم على خير.